بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد من دروس الجبر في مادة الرياضيات، وهو الدرس الرابع في الوحدة الأولى، وهو بعنوان الصورة القياسية للعدد النسبي. الصورة القياسية للعدد النسبي يا أولاد ده درس بسيط جدا، رغم إن في طلبة كتيرة منكم بتسترخم الدرس ده. الصورة القياسية بتخلي لي العدد الكبير جدا اللي أنا مش بعرف أقراه، اللي مليان أصفار، بخليه على الصورة القياسية، يعني الصورة بسيطة، أو العدد الصغير جدا جدا. طيب قبل ما نتكلم عن الصورة القياسية، تعالى مع بعض ناخد تمهيد كده على الدرس. لو قلت لك اكتب الأعداد الآتية على الصورة الأسية. العشرة دي كلنا عارفين إن هي عبارة عن 10 أس واحد، 10 أس واحد ب10. طيب المية، أنا عارف إن المية هي عبارة عن 10 في 10، يبقى 10 أس 2. ليه؟ لأن هنا 10 أس واحد وهنا 10 أس واحد، فأنا لما بيكون الأساس زي الأساس باخد واحد منه وبجمع الأسس. هنا في 10 هنا في 10، أخدت 10 وجمعت الأسس، أس واحد وأس واحد يبقى 2. طب الألف يا مستر، الألف أنا عارف إن هي عبارة عن 10 في 10 في 10، يعني معنى كده 10 أس 3. ال10,000 يبقى هتبقى عبارة عن 10 أس 4. الصورة ديت بقول عليها صورة أسية. يعني إيه صورة أسية؟ يعني عدد أس عدد. طيب المليون يا ولاد، المليون هو عبارة عن 10 أس كام؟ 10 أس كام؟ أس 6. 10 أس 6. ليه؟ لأن يا مستر أنا عندي هنا في 6 أصفار، يبقى هنا ال10 دي عشان فيها صفر فقلت 10 أس 1، ال100 عشان فيها صفرين قلت 10 أس 2، ال1000 عشان فيها 3 أصفار فقلت 10 أس 3، ال10,000 عشان فيها 4 أصفار فقلت 10 أس 4، وهكذا. دي كده بقول عليها الصورة الأسية. اكتب في صورة ألف في 10 أس ن. ألف يعني عدد صحيح، في 10 أس ن. 5 في 1000، ادي الخمسة يا ولاد. في طبعا انا عارف ان الالف لسه جايبها دلوقتي هي عبارة عن 10 أس 3، يبقى 10 أس 3. كده انا خليت العدد ده 5 في 10,000، ادي الخمسة اهو في، وادي ال10. طبعا ال10,000 انا لسه جايبها 10 أس 4. طيب 3 في مليون، يبقى ادي ال3 في المليون انا لسه جايبه 10 أس 6. 10 أس 6. لو تلاحظ معايا يا ولاد، عدد مضروب في 10 أس عدد، عدد مضروب في 10 أس عدد، عدد مضروب في 10 أس عدد، هي دي الصورة القياسية. لكن مش كل الأعداد اللي بتبقى بتبقى مكتوبة زي كده بقدر أقول عليها إن الصورة دي صورة قياسية، لا، ده بتبقى تحت شروط معينة. إيه بقى الشروط المعينة يا مستر؟ الشرط الأول يا ولاد إن لازم العدد ده يكون ما بين الواحد والعشرة. حتى أنا كاتب لكم العدد اللي هو الألف اللي أنا بتكلم عليه بيكون محصور ما بين الواحد والعشرة. أبص كده، 5 ما بين الواحد والعشرة، 5 ما بين الواحد والعشرة، 3 ما بين الواحد والعشرة. طالما العدد بقى ما بين الواحد والعشرة أصبح العدد ده في صورة قياسية. تعال نشوف مع بعض السؤال بيجي ازاي. اكتب كلا من الأعداد الآتية، أو اكتب الأعداد الآتية على الصورة القياسية. مديني رقم اهو، العدد ده ما فيهوش علامة عشرية، وكأن العلامة العشرية موجودة في الأول وهمية. العلامة دي هتيجي هنا ورا ال6، فهتبقى 6 في 10 أس. النون اللي فوق ديت عدد الحركات، يعني لو اتحركت شمال حركتين هيبقى 10 أس 2، لو اتحركت 3 حركات هتبقى 10 أس 3، لو اتحركت 4 حركات هتبقى 10 أس 4. طب تعال نعد الحركات، ادي 1 2 3 4 5، يبقى 10 أس 5. تمام؟ طيب 7 مليون، اعملها لي بالعربي، انا اكتبها له بالحساب. 7 مليون يعني 6 أصفار و7، دي 7 مليون. عشان اكتبها في الصورة القياسية العدد ما فيهوش علامات، وكأن العلامة في الأول، يبقى طالما العدد ما فيهوش علامات كأن العلامة في الأول.
العلامة هتيجي ورا السبعة، فهتبقى 7 صحيح في 10 أس. اتحركت كام حركة يا مستر؟ ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى اتحركت 6 حركات. تمام؟ يبقى الأس اللي فوق ده هو ده عدد الحركات. وطالما ان انا بتحرك شمال يبقى الأس بتاعي دايما بيكون بالموجب. طالما بتحرك شمال كده يبقى الأس بتاعي ايه؟ بالموجب. طيب برضو العدد ده ما فيهوش علامة، يبقى العلامة دي صفر يا ولاد. العلامة هتيجي بين 4 والثمانية، هيبقى 4 و8 من 10 في 10 أس. طبعا ادي حركة 2 3 4 5 6، يبقى في 10 أس 6. طيب افرض يا ولاد عندي العدد ده عدد زي كده، ادي 3 5 وفي اصفار، بس العدد فيه علامه. العلامه دي انا هرجعها ما بين ال5 وال3، يبقى تبقى 5 و3 من 10 في 10 أس. خلي بالك العلامة رجعت ناحية اليمين يبقى الأس سالب، فرجعت كم خطوة؟ خطوة 2 3 4، يبقى أس سالب 4. يبقى عايزك تاخد ملحوظتين، لو بتحرك شمال العلامة الأس هيبقى بالموجب، طب لو بتحرك بالعلامة ناحية اليمين يبقى الأس هيبقى بالسالب. هكذا هنا اهو، ادي العلامة موجودة، يبقى العلامة يا ولاد هتيجي هنا اهو، فهتبقى 8 و64 من 100 في 10 أس. رجعت كم حركة؟ 1 2 3 4، يبقى أس سالب 4. تمام؟ عرفت امتى الأس بيبقى بالموجب وامتى الأس بيبقى بالسالب؟ الأس بيبقى بالموجب لو أنا بتحرك ناحية الشمال، الأس بيبقى بالسالب لو أنا بتحرك ناحية اليمين. آخر تدريب، اكتب الأعداد الآتية على الصورة القياسية. 68 في 10 أس 5، 68 ده عدد كبير، يبقى هعمل ايه في اللحظة دي؟ خد بالك معايا، أنا يا ولاد هنزل ال 10 أس 5 أهو، أدي 10 أس 5. ال 68 ديت مش على الصورة القياسية، وكأن العلامة هنا، يبقى أجيب العلامة ما بين ال6 وال8، هيبقى 6 و8 من 10 في 10 أس كام؟ أنا اتحركت حركة شمال، حركة يعني أس 1. طيب يساوي ادي 6 و8 من 10 في 10 أس كام يا ولاد؟ أنا عندي هنا 10 أس 1 وهنا 10 أس 5، يبقى 10 أس 6. ليه؟ لأن أنا بعمل إيه يا ولاد؟ بجمع إيه؟ بجمع الأسس. نعملوها تاني ده كده. دي يا ولاد زي ما أنا قلت هتبقى 6 و8 من 10 في 10 أس 6. ليه 10 أس 6؟ لأن أنا عندي هنا الأساس 10 والأساس 10، خدت 10 واحدة وجمعت الأسس. واحدة تاني زيها 75 من 100 في 10 أس 8. أنا هنزل ال 10 أس 8 زي ما هي. نيجي لل 75 من 100 مش على الصورة القياسية، بس العدد فيه علامة، يبقى العلامة هتيجي ما بين السبعة والخمسة، فهيبقى 7 و5 من 10 في 10 أس. العلامة رجعت ناحية اليمين، رجعت خطوة واحدة، يبقى 10 أس سالب 1 يساوي. هنزل السبعة و5 من 10 في، أنا عندي هنا في 10 وهنا في 10، آخد 10 واحدة وأجمع الأسس. سالب 1 زائد 8 عدد بالسالب وعدد بالموجب، بطرح واخد إشارة العدد الكبير، يبقى 8 ناقص 1 يديني 7. وبكده إن شاء الله يبقى إحنا خلصنا درس الصورة القياسية العدد النسبي. أشوفكم على خير وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.